السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الظروف ان شاء الله يا ربي. كي دوزتوا عيدكم بخير وعلى خير. ايوا الحمد لله، عقب العام الجاي ان شاء الله يا ربي الله يدوزنا باقي على خير. اليوم ان شاء الله بحول الله كما كتشوفوا معايا غادي نصاوب معكم التقليه. كما كتشوفوا معايا عندي هنايا تقليه ديال الحولي. عندي فيها هنايا غير هذيك بالنسبه هذيك لوكلا ديال الحولي، وعندي الريه، وعندي الكرشه، وعندي كذلك هذيك كلاوي ديال الحولي حتى هما درتهم مع هاد التقليه هذه. يعني هذا الشيء هو اللي دايره في هاد التقليه هذه، ما دايره فيها لا شحمه حتى شي حاجه، غير واحد شويه ديال اللوكلا. بالنسبه لهذوك اللي كيكونوا بحال الكليوه بحال هكا، كيكونوا صغيورين، هما اللي كاينين هنايا. غناخذ ان شاء الله بحول الله كوكوط ديالي، غادي ندير فيها هاد التقليه هذه. من بعد ما خليتها حتى بدا الثلج ديالها وغسلتها، هانتوما كما كتشوفوا. عندي هنايا تقريبا شي نص كيلو بحال هكاك وافي، يعني حيت سايره حنايا بجوج الدراري ما كاينينش. المهم غادي ندير هاد اللحم هذه، نديرها على البوطه، ما غادي ندير فيها حتى شي حاجه، غنديرها غير بوحدها. حيت هاد التقليه هذه ملي كتديريها وديري لها العطريه وديري ليها البصله وداك الشيء، وهي على العافيه باقي ما شربات الماء، كتطلق لينا الماء بزاف. دابا غادي نديرها بحال هكذا، غتشرب داك الماء ديالها بعدا تنشف من الماء. عاد غادي ندير ليها البصله وندير ليها الثومه وداك العطريه وداك الشيء كلشي. وهانتوما مشاهدينا الكرام، غندير فيها هاد البصله هذه، يعني بصله كبيره. وعندي هنايا هاد الدريسات هادو ديال الثومه، حيت هي كتبغي الثومه بزاف. وواحد القضيه عاوتاني اسمحوا لي نسيت ما قلتهاش لكم في الاول، يعني هذيك التقليه مثلا ملي تكونوا كتغسلوها، من الاحسن تغسلوها مزيان، تحيدوا من هذيك الخضوريه اللي كتكون فيها وداك الزبل، وتغسلوها مزيان بالملحه، حيت ملي ما كتغسلوهاش مزيان كدير لكم الريحه ديال الكرشه في التقليه. يعني اي حاجه بغيتو ديروا فيها التقليه كدار في بزاف الحوايج، كدار بحال مثلا التقليه كدار في سكسو، كدار يعني في بزاف الحوايج. يعني من الاحسن تغسلوها مزيان باش ما تخليش لكم هذاك المذاق ديال الكرشه، باش تجيكم عاديه. هذه هي اللي بغيت نقول لكم. صافي غنكمل هاد البصله هذه، غنقطعها بحال هكا رقيقه، تكون رقيقه مزيان، ونقطع ديك الثومه حتى هي ولا نحكها، ونرجع لكم باش ما نطولش عليكم. وهانتوما كما كتشوفوا معايا ديك البصله اللي قطعتها رقيقه على هذا الشكل هذا. وهاد الثومه حتى هي قطعتها غير بحال هكذا، يعني راه واخا تكون غليظه واخا سميتو راه ماشي مشكل، راه يعني كتذوب لا هي لا البصله. صافي غادي نوريكم دابا الكوكوط كيفاش شربات الماء. هانتوما كما كتشوفوا معايا راه شربات داك الماء. هانتوما كما كتشوفوا طلقات ديك الزيت ديالها. يعني بالنسبه اللي عنده فيها الشحمه بزاف ولا شي حاجه ودار ليها هاد الطريقه هذه وبغى ينقص منها هذاك الدسم، يمكن ليه ينقصو. انا راه ما عنديش فيها شحمه بزاف. صافي دابا غادي ندير هاد البصله مع هاد الثومه. صدقوني راه كتجي زوينه ولذيذه، وبالاخص ديال الغلمي. يعني ديال الغلمي راه كتجي زوينه، كتعجبني انايا على ديال البكري. صافي دابا غادي ندير العطريه. غادي ندير واحد معلقه صغيره عامره ديال التحميره كما كتشوفوا معايا. يعني من الاحسن نوريكم يعني القياس. وبالنسبه يعني العطريه على حسب شحال نتوما شحال عندكم ديال الكرشه. نص معلقه ديال سكنجبير، نص معلقه وافيه،
الابزار نتوما كما كتشوفوا معايا، يعني غير نص في المعلقه، ما تكثروش بزاف باش ما تجيكمش قاره. وواحد المعلقه ديال كركم او الخرقوم عرق، وواحد المعالقه ديال القزبر كارم، وواحد الراس ديال المعلقه ديال الملح، يعني حتى الاخر ونصححوا الذوق، حيت غنديروا فيه واحد شويه ديال الحامض مصير، وكذلك كرشه مغسوله بالملح، والزيتون كذلك فيه الملح. داكشي علاش. بالنسبه للحامض ها نتوما كما كتشوفوا معايا، عندي هذا اللي انايا كنصايبو راسي صراحه، كيجي زوين وكتكون فيه واحد الريحه فنه، وكيطلق داك العسل ديالو. ها نتوما كما كتشوفوا معايا غادي نهز واحد شويه ديال اللب ديال الحامض، يعني راه بحال الحامض مصير، غير هذا كيكون مرقد في الماء، وهذا كيكون يعني مصير بوحدو طبيعي بالملح. صافي كما كتشوفوا معايا راكم شفتوا درت نص معلقه وافيه ديال الحامض، عفوا ما وريتكمش. صافي هادشي اللي غادي نحتاج، وغادي نديرو واحد شويه ديال زيت الزيتون، نديرو واحد شويه تقريبا شي نص كاس صغير بحال هكاك، حيت ما فيها لا شحمه لا حتى شي حاجه. هاد التقليه هادي يعني واخا غادي تطلق الزيت ما غاديش تطلق ديك الزيت اللي غادي تكفيها. صافي ودابا ما غنسد عليها ما حتى شي حاجه، غنديرها حتى تغلي ياك، باش نشوف على حساب القياس ديال الماء اللي غادي تطلق ليا البصله واش غتقدها ولا ما تقدهاش. الا كان ما غتقدهاش ملي غتبدا تطبخ غادي نزيد فيها شي نص كاس ولا 4 كاس ديال الماء وغنسد عليها. وهانتوما كما كتشوفوا كيفاش يعني طلقات الماء. وإلا كنتو نتوما يا خايفين عليها لا تحرق لكم ولا شي حاجه، يمكن لكم تزيدوا فيها شي 4 كاس ديال الماء بحال هكذا. المهم ما تكونش البوطه مجهده، ملي تسدوا عليها البوطه تكون يعني القياس ديالها بينو وبين باش ما تحرقش لكم، باش ما تشربش داك الماء دغيا وتحرق. داكشي علاش يعني تكون البوطه مهيله وما تكثروش فيها كذلك الماء، وباش تجيكم ملبيه وتجيكم لذيذه، يعني باش ما تجيكمش مرويه بزاف. صافي من بعد ما الكوكوط ديالي كطبخ، دابا غادي ندير فيها هاد القزبر والمعدنوس، وعندي هاد الزيتون هذا غنخليها حتى طيب. عاد غادي ندير فيها هاد الزيتون وشويه ديال الخل. كان كذلك اللي كيدير فيها كمون، كان اللي كيدير فيها شويه ديال السمن. صراحه انا ما كندير فيها لا كمون لا سمن، كندير فيها غير هاد العطريه هذه اللي وريتكم دابا. وفي الاخر ندير فيها واحد المعلقه ولا 2 معالق ديال الخل. صراحه راه كتجي لذيذه بزاف، يعني غا جربوها اكيد غادي تعجبكم. ودابا غادي ندير هاد القزبر هذه وغادي نسد الكوكوط ديالي حتى طيب. وهانتوما مشاهدينا كما كتشوفوا معايا كيفاش كتجي ملبيه طلقه، يعني كما قلت لكم يعني من الاحسن ما تزيدوش الماء. انا راه ما زدتها لا ما حتى شي حاجه، نقصت عليها البوطه مزيان وخليتها طابت على خاطرها. وشوفوا لاصوص اللي باقي فيها، يعني من الاحسن الا كنتم بغيتو تنقصوا عليها البوطه مزيان ما تزيدوش فيها الماء، غير هذاك الماء ديال البصله مع هذاك الماء ديالها راه كافي. دابا غادي ندير واحد 2 معالق ديال الخل عادي كما كتشوفوا معايا، يعني ندير 2 معالق بحال هكا. هانتوما كما كتشوفوا 2 معالق الخل وهاد الزيتون. من بعد ما غسلته صافي غادي ندير هاد الزيتون وغنردها تزيد تشرب شويه ويدخل مع هذاك الخل، يدخل مع داك اللحيمات ديالنا. صافي وغادي نطفي عليها. وها هي كما كتشوفوا معايا التقليه ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى تعجبكم صراحه، راه كتجي ملبيه ولذيذه، يعني طريقه سهله وبسيطه
وما كت ما كت يعني ما كتاخذش لينا الوقت في الطياب. يعني المهم هي تنقصوا عليها البوطه. يعني كما كنعرفوا ديال الحولي راه ما كتاخذش اصلا الوقت الا كان الحولي صغير، وكتجي لذيذه. وكنتمنى تعجبكم الطريقه هذه، وكنتمنى تجربوها. وإلا عجبتكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا لي لايك وتضغطوا على زر الاحمر باش توصلوا بالجديد، وتكتبوا شي كومونتير زوين بحال وجهكم. والى فيديو واحد اخر ان شاء الله بحول الله. صحه وراحه.